السلام عليكم. انت اسمك محمد فاضل، انت اسمك عايشتو، اسمك الكوري ولا اسمك الكورية، سعداني ولا سعد بو؟ لا تخجل، خاصك تحس بالفخر باسمك لأن الاسم في الصحراء الغربية هو عنوان انتمائك لذيك الأرض. الاسم في تراثنا الصحراوي يعكس جذور انتمائنا وتواصلنا مع أجدادنا اللي أغلبنا مسمي عليهم ونتموا نذكرهم ونحكوا للأجيال تاريخهم وانتمائهم لذيك الأرض اللي عاشوا فيها. ففي الأزمان الماضية كنت تمنيت تسمع اسم مثلا يحفظ الخراشي السيلوم في نقر الصين، تعرف عنه صحراوي بيضاني جاي من أرض الساقية الحمراء ووادي الذهب. ولين تسمع عائشته وفاطمته وخجته وزينب ومعينة فيها في الوراني من أمريكا تتأكد عنها صحراوية. فالاسم في تراثنا الصحراوي يعكس تاريخ أرض ويثبت انتمائك لها ويأكد جذورك المترسخة في ذيك الأرض اللي ماتوا فيها جدودك. يا غالي الأسف في ظل انفتاحنا على العالم وتغيب الأسماء القديمة وانتشار الأسماء الداخلة على ثقافتنا، أسماء لا علاقة لنا بها مثل آلاء، ميرام، جهينة، بثينة، ميليسيا، إلهام، سندس، رجاء، وأيمن، أنس، سيف، خالد، رعد، بدر، وأسامة. هذه للأسف أسامي ما كانت عندنا ولا يعرفوا ايش يجيبنا، ومع انتشارها تنذر بكارثة تطمس بها هويتنا وإذابتنا داخل الأمم اللي كنا دائما متميزين عنها. لطالما ردد الاحتلال مقولته الشهيرة: الكبار يموتون والصغار ينسون، في إشارة لنسيان الأجيال القادمة لتاريخ شعبهم وانفصاله عن إرثه وموروثه حتى تغيب القضية وننسى الأرض التي في كل شبر فيها هناك حكاية جد وجدة، وداخل كل فدرة وواد هناك تاريخ أسرة صحراوية.